اليوم فقرة مشهية بأهالينا صح؟ فقرة الطعام. أهالينا. المطبخ السوري مطبخ متنوع ومشهور في جميع أنحاء العالم نظرا لغناه وكثرة أطباقه. طبعا أعظم تجنيات هذا المطبخ تكون بالعيد لتبدأ الموائد السورية بتقديم أصناف لها من الإتقان والجودة والنكهة المميز الشيء الكثير. نتابع التقرير ونعود للنقاش. استثنائي هو العيد بكل تفاصيله، فكل شيء فيه مخطط له سلفا، بدءا بالكلام وليس انتهاء بالطعام. للسوريين في عيدهم موائدهم اللائي اختصوا بها، ليبدأ المطعم السوري نشاطاته من إفطار أول يوم، وهو إفطار تدخل فيه مكونات الأضحية لتشكل طبق فتة اللحمة بنكهته الشامية المميزة. هناك خيار آخر وهو الفطائر على اختلاف ما تحشى به كالسبانخ واللبن والكشك، وميزة هذه الفطائر أنها تصنع يدويا على الفرن المنزلي. على الغداء يكون طبق الشاكرية حاضرا بقوة، وتحضر قطع لحم الأضاحي المطهوة باللبن والنشاء، ويمكن كذلك أن يقدم لحم الأضاحي لوحده مقليا أو مشويا. ثرود اللحم والخبز له نصيب الأسد أول أيام العيد على الموائد، وطبق الفاصولياء والرز والملوخية وورق العنب، وكذلك لا يمكن تجاهل السفرجلية واللحم بكرز، وهذان اختراعان حلبيان ماتعان. يأتي تنوع الأطباق من تنوع المطبخ السوري، وهذا يتأتى بالضرورة من المخزون الحضاري الهائل الذي عرفته سوريا وظهر واضحاً في كل زوايا صورتها الثقافية. للحديث أكثر عن المطبخ السوري وأطباقه معنا في الاستوديو السيد محمد نزار بيطار صاحب سلسلة مطاعم طربوش. مساء الخير وأهلا وسهلا. مساء الخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. للسادة المشاهدين كمان إن شاء الله عيد أضحى مبارك إن شاء الله. كنا عم نحكي تحت الهواء إنه عيد الأضحى هو عيد رجال، يعني هن اللي بيطبخوا بيذبحوا، لأنه أنا قلت لك إنه عيد رجال لسبب، يعني فعلا هو برمضان بيكون النساء هو العذاب لهم والتعب لهم. أكيد عيد الأضحى بيختلف كتير، لأنه عيد الأضحى بيكون فيه أضحية. فعمليا أغلب العائلات أو 90% من العائلات السورية وبدول العالم بيذبحوا أضحية، فبيستغلوا وجود لحم الأضحية، إن كان هن ذابحين الأضحية أو جايبينها طعمة مثل ما بيقولوا، يعني من عند صحيح. ضيوف أو من عند أحد تاني عطيونها الأكل، فبيستخدموا بس شوي سلق هيك أشياء، يعني فبيكون شوية تعب خفيف على النساء. طيب في أكلات مشهورة شوي بعيد الأضحى إلى نكهة خاصة أو طريقة خاصة؟ هلا هي اجمالا كل الاكل بيتم من خلال اللحمه، بس عمليه السرعه والذبح مباشر ولحم تازه، فلازم يكون الشوي هو سيد الموقف، وبيكون السلق المرحله الثانيه، بالاضافه لبعض الطحن ممكن يعملوا لحمه بصينيه او كذا. فالمطبخ السوري متنوع كثير، لكن اكبر يعني عائلات بيستخدموا عملية الشوي فعلا مثل ما ذكرتي، بالإضافة لبعض الطبخات مثل الفاصوليا الحب إذا كان شتوي، إذا بالصيف ممكن الشاكرية، اللحم البارد، المليحي، المنسف. فهالأكلات هي متنوعة من شمال سوريا لجنوب سوريا لشرق لغربها، في كتير مطابخ بتختلف طبعا من صحيح. مدينة لمدينة. الحقيقة حديث يعني يسيل اللعب. خلينا نحكي طيب بدون تحيز، نحن معروفين مطبخنا السوري قديش هو غني مثل ما ذكرت، شو اللي بيميز المطبخ السوري عن باقي المطابخ؟ هلا المطبخ السوري طبعا من المطابخ المميزة بالعالم، بس في له منافسين كتير. يعني المطبخ السوري يمتاز بوجود يعني في عندنا مطبخ بين المطبخ العثماني وبين المطبخ العربي. يعني من زمان عثماني كان في عندهم مطابخ، وفي بالمطبخ العربي اللي هو الكبسه وما الكبسه والاشياء هي. حتى الكبسه مو طبخ عربي، الكبسه اصلا من بخارى من نواحي الصين. فالمطبخ السوري بيتميز انه بتنوع كبير كتير من المقبلات الى الطبخات.
سفرته خيرة. شامل يعني، شامل سفر كثير. حتى مع الحلويات، نسينا الحلويات طبعا بالعيد، أهم شيء. الحلويات أهم شيء. لكن تميز المطبخ السوري هو بوجود إرث كبير من أيام الآراميين وانت جاي لأيام العثمانيين والفرنسيين. حتى المطبخ الفرنسي كان له دور كبير أثناء الاحتلال الفرنسي. طبعا أضاف. ماذا أضاف المطبخ الفرنسي؟ الأكلات، بعض الأكلات الغربية لنقول مثل القلي، البروستد، هالشغلات هي كلها ما كانت أصلا معروفة عنا بسوريا. طبعا حتى نظام القلي كله كان قليل جدا بسوريا، إلا قلي بزيت الزيتون، يعني زيت القطن كان. بس هذا يعني ما صار له زمان داخل على المطبخ السوري. طبعا أعتقد طبعا ما فينا ننكر. حتى الشاورما الأكل يعني السريع. الشاورما كمان دخلت من المطبخ العثماني. في تنويه لبعض اللي ذكرتوه هلا بالتقرير، بعض التنويه انه في اكلات كثيره، يعني هي الاكله انه لحم بكرز اكله حلبيه، هي الاكله لها قصه غريبه، هي اريحه. لكن منين اجت؟ هي اجت من كتيبه اجت مع العثمانيين يابانيه اثناء الحرب العالميه قبل. ومشهوره اليابان بالكرز. اليابان في عند الوشنه، هو في خطا كبير يرتكب. الوشنه هي كرز حامض، لا يصير، ما بنقدر نطبخه، يعني بيطلع حلو الكرز لو كان كرز. فالغلط هو كلمه الكرز لازم يكون وشنه، والوشنه هي حامضه فيمكن طبخها. كل شيء حامض مثل السفرجليه، مثل حتى الجانرك بسوريا بتعرفوا بيحطوه بقلب الطبخ مع اليبرق ومع المحشي. طيب استاذ نزار، يعني نحن يعني نقلنا، خلينا نقول، تراثنا في الطبخ الى المغترب. طبعا. شو رايك بهي النقطه؟ والله نقلنا وطحشنا يعني لو كانت الكلمه عاميه يعني، بس اما فعلا يعني دائما السوري بيفضل يروح على المطعم السوري، الاكل السوري اكثر ممكن، بس مو مثل التركي. مثلا نحن عايشين بتركيا ولاحظناها، التركي ما بياكل عند غير مطعم تركي، وقدرنا حتى التركي اللي هو ذوقه اصعب الاذواق قدرنا ندخله لعنا. وهلا مطاعمنا العربيه السوريه حصرا اكثر زبائننا صاروا اتراك، يعني بعض مناطق غير اسطنبول، عندنا بيلوا، عندنا ببشكشير، اغلب زبائننا اكثر من 50% صاروا اتراك. يعني رغم انه ذوقهم صعب جدا ومطبخهم ضخم جدا. يعني شو بيفضلوا عاده الاجانب؟ والله اكثر شيء حبوه الاجانب شيء والاتراك شيء ثاني. الاجانب بياكلوا كل شيء، يعني ما عندهم حب التجربه. حتى بيروحوا على اليابان، على تايلاند، على الصين، بياكلوا اكلات ممكن تكون مثل هي اللي بتسمم السمكه، ممكن ياكلوها بيجربوها. لكن الاتراك بالذات حريصين اكثر، شوي حريصين ودقيقين بسبب غنى مطبخهم ما فينا نستهين فيه ابدا. يعني مشابه لمطبخنا، يعني اكثر المطابخ العالميه مشابهه لمطابخنا هو التركي. وبالنسبه للسوري المشابه هو الفلسطيني. بدي اقول لك بالنسبه للعربيا المطبخ الفلسطيني اقرب شيء لنا، اقرب شيء لنا المقلوبه المنزله. واللبناني مزايات، يعني لبناني متميز بالحمص البيروتي، بالفتة، كبه المقليه، كبه النيه يعني. لكن الفلسطيني كطبخ الطبخ يعني اميز شيء بعد السوري بيجي هو الفلسطيني. للعالمي التركي حصرا يعني. تركي صحيح. طيب المطبخ السوري شو تأثر أكثر شيء بنقلة السوريين، خلينا نقول، لأوروبا؟ هل برأيك أضيف شيء جديد إلى المطبخ السوري؟ طبعا هلا مثل أنا مثال بتركيا عندي أكلة الششبرك السورية. الششبرك السوري نحن بنطبخه مع اللبن. اللبن ما بيعرفوا التراك مطبوخ ابدا، ما عندهم غير اكله واحده اسمها يايلا، شوربه فقط لا غير، مع الرز بيعملوها. المنطي لبن بارد. السوريين اخذنا منهم هالطريقه، يعني اخذنا، هن صاروا يطبخوا اللبن ونحن صرنا نعمل المنطي اللي هو الششبرك. المنطي يختلف عن الششبرك بحجم القطعه، ففي اختلاف. قدرنا مثلا البهارات التركيه ما عندهم بهارات، بس دخلنا على نظام السلق. عندهم أكلات مثل الخشلمة هي المسلوقة يعني، وأكلات الفخارات الجوفيش كمان قدرنا ندخلها بمطاعمنا. يعني أكلات ما سيئة، بالعكس أكلات جيدة وطيبة، أخذنا منه النظافة، يعني زدنا عملية النظافة. موجودة النظافة بالمطبخ السوري، خلينا نقول البيتي. بس عم نحكي على المطاعم. أنا عم بحكي على المطاعم صراحة. حتى المطاعم يعني في كتير مطاعم نظيفة طبعا ولكن في مطاعم كمان للأسف يعني أنا قصدي ستايل، مو قصدي إنه نضيف المطبخ أو كذا. طبعا كل مطعم بيتميز. التقديم ممكن، قصدي طريقة التقديم. صار نلبس طوائي، ما عندنا فكرة طوائي بسوريا يعني. هلا روح على مطاعمنا مع الأسف ما في غير ال5 نجوم
4 نجوم بنشوف شيء طاقيه. لكن انا على طول بنبه انه نحن بالشاورما، بياع الشاورما اللي عم يمسك السيخ، اللي عم يقدم، يعني كل هذا لازم يكون كفوف مو شرط كفوف، لانه في اشياء بده يرق عجينه، بده يحط بالفرن بيلزق يعني ما فينا نجبره للعامل دائما انه يستخدم كفوف في بعض الاكلات. اما مثلا حتى بالكبه النيه، تصور هو عم يفرك كبه نيه بيضطر. صحيح. طيب الاكلات التقليديه او اللي هيك خلينا نقول التراثيه، كثير في ناس بتصير بتعملها بطريقه جديده، مثل مره كنا عم نحكي عن اليبرق صار ينعمل بطريقه اخرى، او كثير اكلات يعني هي اصلا ما بتتغير، يعني نحن متعودين عليها بهذا الشكل، اذا تغيرت بيتغير كل شيء فيها. هي ميزه. فهل برايك انه هذا الشيء ممكن يلغي هي الاكلات القديمه باكلات جديده؟ الميزه بالمطبخ السوري حلاوته متجدد ومتنوع، يقبل الغريب وتعديله. يعني صحيح. البروستد هو مو اكله سوريه، لكن سوى البروستد سوريه فنقلناها، يعني مثل حملية حمل الثقافة القديمة بالمجتمعات. فالأكل هو عبارة عن ثقافة، عبارة عن كولتور، ثقافة فلكلور تماما. يعني. هل حولها حضرتك شكلك متأثر بالثقافة التركية. طبعا 27 سنة مع الأتراك، تجول 6 مليون كيلو بتركيا، أكيد ترك عندي انطباع صحيح. مثل أي إنسان بيعيش بأمريكا بده ينطبع بانطباع الأمريكي. أنا لهيك عم أقول إنه ممكن يلغي هذا الموضوع، يلغي بعض الأكلات المعينة اللي شعبية أو تراثية بسوريا. صعب جدا لأنه هي تراث، بس ممكن نضيف في نساء لتاريخ اليوم مثل ما علمتني ستي وعلمتك ستك بالبيت وستنا وجدنا ومدري شو، إنه هي الأكلة ما بحب لك لحد الآن في ناس محافظة. لكن مثلا اليبرع عنا بسوريا بيعملوها بيقولوا لها يلنجي، ويلنجي كذاب يعني باللغة التركية. حتى الأتراك ما بيعرفوا، تقول له يلنجي بيقول لك شو دخل اليلنجي هون مع الصرمة، هن يبرك صرمة. في عندهم اللخنة، الكرة لخنة يعني الملفوف اللي ورق بيعملوه منه طيب كتير. فنحن بلشنا السوريين يستخدموه بالمناطق مثل الفاتح، والمناطق هي المحتكة كتير مع الأتراك. المطبخ السوري بيحاول يجدد مثل ما قلت لك، يعني اليبرق بنحط له صرنا دجاج، صاروا يحطوا له فخاد دجاج او فري او عصفور او كذا او كذا. فبلشت ناخذ افكار من الاتراك. الاتراك بيعملوه بطريقه ثانيه، نحن ممكن ناخذها بس بنرجع بنضيف عليها دبس الرمان، بنضيف عليها الحشوه الستاندر اللي هي تبع اليالنجي. هي بعض الامثله ومثلها كثير. في هيك لمسه سوريه دائما بتميز الاكل، في سحر سوري. سحر سوري. بدنا نتشكرك الاستاذ محمد نزار بيطار، صاحب سلسله مطاعم طربوش. شكرا لك. شكرا لك، شكر موصول لكل اللي كانوا معنا بحلقه اليوم. انتظرونا بكره بنفس التوقيت بحلقه جديده. الى اللقاء. الى اللقاء.